السلام عليكم. وانا بجرب اعمل تحليلات بيانات على الاكسل باستخدام تشات جي بي تي، لاحظت حاجه مهمه جدا بتفرق في النتيجه، وهو اني اوضح لتشات جي بي تي مين اللي هيشوف التحليلات بالظبط. وده اللي هتكلم عنه النهارده، واللي انا بسميه افاتار الملف او افاتار التقرير، واللي هضيفه في راس البرومت. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن تقسيمه البرومت، وكانت بتقسم البرومت لراس وجسم وديل، واتكلمت وقتها بالتفصيل عن ديل البرومت. ولو ما شفتش الفيديو ممكن تشوفه من الرابط اللي على الشاشة، لكن الفيديو ده هتكلم عن راس البرومت. وافاتار التقرير اللي هضيفه في راس البرومت هنا بقصد بيه ببساطة مين هيشوف التحليلات النهائية. هل اللي هيشوفها عميل، ولا الإدارة، ولا بارتنر، ولا التيم بتاعي، ولا حتى جمهور عام؟ لأن وارد جدا من نفس الداتا اللي عندك تحتاج تعمل كذا تحليل مختلف، وكل تحليل يروح لجهة مختلفة. وتشات جي بي تي لما ما يعرفش مين المستفيد من التحليلات اللي هيعملها، ممكن يختار انواع تحليلات ممكن تكون عامه شويه، ومش بالضروره تفيد الشخص اللي هيشوف التقرير. خليني اوضح بمثال بسيط. هضرب 5 امثله ل5 انواع افاتار مختلفين، وهم اللي ذكرتهم قبل كده. هبتدي بالافاتار الاول، وهو لو الافاتار عميل. لو التقرير معمول لعميل وانا ما قلتش للجي جي بي تي ان المستلم عميل، ممكن جدا يطلع لي حاجات زي الانحراف المعياري او معامل الارتباط او نسب التباين. وساعتها وارد جدا يكون العميل مش فاهم اصلا يعني ايه انحراف معياري، وبالتالي على الرغم من ان التحليلات هتكون صحيحة، لكن هتكون الى حد ما مش مفيدة عمليا بالنسبة له. لكن لو ضفت جملة زي الجملة دي في راس البرومت: المستلم عميل غير متخصص في التحليل، استخدم لغة بسيطة وركز على النقاط اللي تساعده ياخد قرارات أسرع، هتلاقي تشات جي بي تي بيغير أسلوبه تماما، والتحليلات هتبقى بلغة بسيطة وواضحة. وهنا لقيت إن من المهم يبقى في طريقة واضحة تسهل عليا كتابة الأفاتار لتشات جي بي تي، فاستعنت بتشات جي بي تي عشان أوصل لأفضل طريقة أكتب بيها الأفاتار في راس البرومت. ووصلت للطريقة دي، وممكن نسميها هنا تمبلت البرومت، وهي إنك تقسم الأفاتار ل3 أجزاء. 1. مين المستلم؟ هل هو عميل، ولا الإدارة، ولا بارتنر؟ 2. هدفه من التحليل، عايز يفهم ايه او يوصل لايه من البيانات؟ 3. مستواه الفني، فاهم في التحليلات ولا عايز لغة بسيطة واضحة؟ وهديك مثال لو الافاتار عميل ممكن نطبق عليه التمبلت ده ازاي. لو التحليلات هتبقى تقرير مبيعات لعميل، البرومت ممكن يكون: المستلم عميل بيستلم تقرير مبيعات اسبوعي، هدفه يشوف اداء المبيعات في شكل جداول منظمة وسهلة القراية، استخدم جداول مبسطة مرتبة حسب الفروع والمنتجات. وهتلاحظ هنا راس البرومت ماشي مع التمبلت: مين المستلم، هدفه من التحليل، ومستوى الفني. الجمل البسيطة دي بتخلي تشات جي بي تي يشوف التحليل من زاوية العميل، مش من زاوية المحلل اللي بيحسب الأرقام. دلوقتي خلينا ناخد مثال تاني. لو الأفاتار الإدارة، غالبا الإدارة هيبقوا مهتمين تكون تحليلات الإكسل بالأسبوع أو بالشهر، مش باليوم. واللي حصل معايا ان كل مره تشات جي بي تي يلاقي الرو داتا اللي انا بطلب منه يحللها في ملف الاكسل متوفره باليوم، بيطلع لي تحليلات يوميه مباشره. وعشان كده بقيت اكتب له بصوره مباشره: خلي التحليلات اسبوعيه او شهريه. وخلينا نشوف مثال لراس البرومت في الحاله دي. المستلم الاداره، هدفه متابعه الاتجاهات العامه من خلال جداول ملخصه على مستوى شهري او اسبوعي، بحيث تظهر الاجماليات بدون تفاصيل يوميه. وهتلاحظ هنا قلت له بوضوح اهم نقطه، وهي انه يتجنب التفاصيل اليوميه. المثال الثالث: لو الافاتار بارتنر او ايجنسي بتعمل اعلانات للشركه بتاعتي مثلا، ففي الحاله دي ممكن ابقى مش عايز التحليلات يكون فيها بيانات معينه. يعني لو انا مش عايز اعرف شركه الاعلانات المارجنز بتاعتي او هوامش الربح مثلا، ففي الحاله دي الافضل ان اقول لتشات جي بي تي من الاول. وساعتها راس البرومت ممكن يكون: ان المستلم شريك خارجي يتابع الاداء التشغيلي، هدفه فهم النتائج التشغيلية بدون تفاصيل مالية داخلية، اعرض الجداول بالأرقام العامة وتجنب أعمدة هوامش الربح. وهنا قلت له بطريقة مباشرة يتجنب هوامش الربح في التحليلات. خلينا نشوف مثال رابع. لو الافاتار تقني او التيم بتاعي او محللين معايا مثلا، هنا العكس تماما، لان تحليلات الاكسل المفصله هتبقى مطلوبه ومفيده بالنسبه لي. وراس البرومت هنا ممكن يكون: المستلم فريق تحليلات، هدفهم مراجعه التفاصيل الدقيقه ومؤشرات الاداء، ضمن اعمده مثل الانحراف المعياري ولا تلخص النتائج. وقبل ما نروح للمثال الخامس، انا جمعت البرومتات والملاحظات والمشاكل اللي واجهتني وحلولها في مكان واحد على سكول، والرابط موجود تحت الفيديو لو حابب تشوف التفاصيل. المثال الخامس: لو الافاتار عام ومش محدد بجمهور معين. على سبيل المثال، لو انا بعمل تحليلات على الاكسل عشان اضيفها في برزنتيشن مثلا، واقسام مختلفه في الشركه هتشوفها وممكن ما يكونش ليهم علاقه بالتحليلات اساسا، فساعتها هحتاج تحليلات بسيطه يفهمها الشخص اللي مش متعود يتعامل مع البيانات.
والمثال هنا ممكن يكون إن المستلم جمهور عام غير متخصص هدفه يشوف جداول مرتبة توضح النتائج الأساسية فقط. استخدم عناوين أعمدة واضحة وخفض عدد الأعمدة لتكون القراءة سهلة. فالفكرة ببساطة قبل ما تكتب البرومبت اللي هتحلل بيه ملف الإكسل اسأل نفسك الأول التحليل ده معمول لمين، ووضح التفاصيل دي بالظبط لتشات جي بي تي، لأن تشات جي بي تي بيغير طريقة عرضه وتحليله للبيانات بناء على الشخص أو الجهة اللي المفروض تشوف التحليلات دي، وساعتها هتلاحظ إن النتائج بتطلع أنسب بكتير لكل أفاتار. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية. سلام.